السلام عليكم محبي الكرة المغربية. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم أحدث المفاوضات وانتقالات اللاعبين المغاربة اللي كيتفاوضوا في هذه الأيام، خاصة في أوروبا والخليج العربي. عبد الله الوزاني إعادة فتح صفقة مع ريال مدريد. أولا، عبد الله الوزاني اللاعب الشاب اللي كان قريب جدا من الانتقال لريال مدريد. الصفقة توقفت بسبب تقرير طبي قبل أسبوع، ولكن فحص طبي جديد في أمستردام أثبت أنه سليم تماما، وهذا الأمر فتح الباب من جديد للمفاوضات مع النادي الملكي. الأخبار كتقول أن الملكي قد يعيد فتح الملف خلال الأيام القادمة. حكيم زياش مفاوضات للعودة للدوري التركي. تعرفوا أن حكيم زياش اللي مازال حر في السوق كيدرس عقد مهم من ترابزونسبور التركي، المنافس التقليدي لجالاطاسراي. اللاعب كان مرتاح للعرض الأولي وحب يحيي مساره الكروي في السوبر ليج بعد تجربة قصيرة مع الدحيل القطري. عبد الله حيمود العودة المرتقبة للوداد. عبد الله حيمود اللاعب السابق للوداد قريب من العودة لناديه بعد تجربة مخيبة في فرنسا. اللاعب مستعد تماما للعودة للمغرب، والنادي وقع اتفاقا مبدئيا لإعادة إدماجه وتعزيز الفريق الوطني باللاعبين المغاربة المهمين. حمزة إيغامان صراع أوروبي محتدم. النجم الصاعد مهاجم رينز قريبا جدا من الانتقال إلى ليل الفرنسي بعدما وافق على شروطه الشخصية، مع استمرار مفاوضات بين الناديين قد يفوق المبلغ 15 مليون يورو. لكن المثير أن الأندية إيفرتون أودينيزي وفاينورد دخلت اللعبة أيضا، مما يخلق سباق قوي للظفر به قبل بداية الشامبيونز ليج. نيل العيناوي سباق أوروبي جديد. تعاقد رسمي وقعته روما مع نيل العيناوي لاعب وسط فريق ليل بعقد يمتد ل5 سنوات. اللاعب المغربي الفرنسي غادي يشكل ثنائي قوي مع مانو كوني في وسط الملعب، تعزيز مهيد لفريق مدرب كاسبيريني. بلال الخنوس عروض إنجليزية وتنقل قريب. بلال الخنوس لاعب خط وسط ليستر سيتي مرتبط ببلد يسمح له بالرحيل مقابل 22.5 مليون جنيه استرليني في حالة هبوط الفريق. الأندية المهتمة تشمل إيفرتون، ويست هام، موناكو وساندرلاند، بينما هو يفضل البقاء في أوروبا بدل العروض السعودية الضخمة. أحمد خاطر إلى السعودية. الظهير المغربي الشاب أحمد خاطر بعد التجربة مشجعة مع بافيان في بلجيكا مهدد بالانضمام إلى الرياض السعودي بعقد يمتد لعامين. ختاما، إذا كنت باغي متابعة مفصلة لمسيرة اللاعبين المغاربة أو حول عودة زياش لتركيا اكتب لنا كومون، زيدني تفاصيل غادي نعطيك التفاصيل كاملة. لا تنسوا لايك، اشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل أخبار لاعبين المنتخب. نلقاكم في فيديو جديد.